كميات السكر اللي بتتاكل وانت مش حاسس بيها، لانك مثلا قاعد تاكل فاكهة فاكر انه دي فاكهة عادي مش مشكلة، ممكن اكل بكميات كتير. ما ينفعش، لان ناس كتير بيجي لها سكر وهي مش عارفة ان هي عندها سكر. في حد ممكن يكتشف ان هو جاله سكر بقاله مثلا 6-7 شهور عنده سكر، بيعمل تشيك ابس عادي، او عنده مثلا هو بوردر لاين او بري دايباتيك وخلاص فاضله 2-3 كيلو. دايما بنقول اول ما منطقة البطن بتبتدي تزيد كل ده مؤشر لميتابوليك سيندروم ومشاكل صحية كتير. علشان كده بنقول الريجولار تشيك اب من 6 شهور لسنة. وفي ناس تقولك لا 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 انا مش هروح لدكتور، انا مش عايزة اعرف اصلا لو انا عندي حاجة، حتى لو هو ممكن يكون في حاجة خطيرة. طب ما تعرف من الاول وتعرف لو في حاجة عشان تقدر تعالجها. ممكن حد يكون وزنه الطبيعي في النورمال وكل حاجة في النورمال، وبعدين نيجي نعمل تحليل السكر التراكمي نلاقيه عالي. ده بيبقى سببه يا كورتيزول عالي يا ستريس. بس مش معنى كده انه انا هقعد اكل سكر طول الوقت، او اقعد اكل فاكهة طول الوقت، او اقعد اكل الحاجات الصحية. ناس كتير بتقعد تاكل اكل صحي فاكرة ان هو عشان اكل صحي 0 كالوري. هو مش 0 كالوري، يعني هو في الاول وفي الاخر في كالوريز، في سعرات حرارية. ودايما اكتر حاجة مؤذية لازم نبص عليها في الانجريدينتس. اي حاجة تلاقي عليها هاي فركتوز كورن سيروب ما تاكلهاش، لان دي اسوأ حاجة لجسمك. كمان بشرب حاجات فيها سكر، بحط فليفرز سواء بقى في كريمر او ايه في سكر، بجيب حاجات معلبة فيها. كل ده هيدن شوجرز برضو ما حدش واخد باله يعني، ويقولك انا في الاخر انا ما اعرفش بيحصل لي كده ليه.